وسهلا بكم. معكم بشرى دائما. والفيديو اليوم غيكون حول البيوتي بلندر، لان في الفيديو السابق اللي درت على البيوتي بلندر فبزاف ديال الناس عجبهم الفيديو، عجبهم كيفاش انهم اكتشفوا ان بعض الاسفنجات اللي عندهم غير حقيقيه. فانا فكرت من خلال ذاك الفيديو اني ندير لكم فيديو اخر نهضر عليه اهميه كيفاش نعقموا الاسفنجات ديالنا. ماشي فقط غير هاد الاسفنج، اي حاجه عندنا اسفنجيه في الدار بحال مثلا هادو كذلك حتى الاسفنجات اللي كنستعملوه في المطبخ اللي كنغسلوا بهم الاواني كذلك خصنا نعقموهم. مؤخرا كذلك قريت وسمعت بان البكتيريا اللي كتكون على سطح الاسفنجه، وخصوصا اي اسفنجه اللي كتكون كتشرب، فداك الرطوبه كتكون بكتيريا، وداك البكتيريا تقد تسبب الشلل. كذلك اللي كنغسلوا بها الاسفنجه، اللي كنغسلوا بها الاواني، داك البكتيريا يمكن مثلا تلصق في الاواني فتسبب امراض خطيره للصحه. فضروري خصنا نعقموا اي حاجه عندنا اسفنجيه، سواء كما قلت لكم كنستعمل الوجه، سواء كنستعمل الاواني، اي حاجه خصنا نعقموها. واليوم بغيت نوريكم بعض الطرق باش نعقموها. دونك اول الطرق اللي يمكننا نعقموا بها الاسفنجات اللي عندنا في البيت، اول حاجه هي الميكروويف. توضعي كاع الاسفنجات اللي عندك بعد ما تغسليهم جيدا، فكتوضعيهم في الميكروويف لمده دقيقه الى دقيقه ونصف، ما تعديهاش. اما الا كانت الاسفنجه عريضه فيمكن لها الاسفنجه المطبخ الا كانت عريضه فيمكن لها توصل لدقيقتين ما كتعداش. الا كانت رقيقه ففقط دقيقه. الوسيله الثانيه هي غساله الصحون، فكتوضعيه في غساله الصحون وكتدير حيت هي فيها واحد البروغرام، فكديري على انها يكون سخون. بحال مثلا لا شفتو هنايا عندنا هات ستار بمعنى كيكون سخون، كذلك هيتد دراي بمعنى غادي تسخن. ف الا بغيتي السخونيه كتختاري سخونيه وكتسخنها، فجيده جدا للتعقيم. كتخليها على ما كيساليو حتى كتسالي الاواني ديالك بالغسيل، وكتوضعيهم فقط لداك السخونيه الاخيره. كما قلت لكم ماشي فقط البيوتي بلندر، كذلك هادو اللي كنستعملوا في المطبخ كنغسلوا بهم الاواني ضروري خصنا نعقموهم. وحيت ماشي كاع الناس عندهم ميكروويف او لا غساله ديال الصحون، فانا فكرت بطريقه اخرى نساعدكم بها وتقدروا تعقموا بها الاسفنجه ديالكم. فالطريقه فانا كناخذ كيس بلاستيكي ابيض، من الاحسن يكون ابيض، كتوضعي فيه الاسفنجات ديالك، يكون نقي. ملي تمشي للمحل اللي كتجيبي من عنده الاشياء، قولوا يعطيك كيس بلاستيكي فاضي ما يدير فيه والو. كناخذوهم بعد ما كنكونوا غسلناهم جيدا كما قلت. والبيوتي بلندرز انا عاده كنغسلهم بالشامبو ديال الاطفال، فكنبقى نديرو الشامبو والماء ونعصرو حتى كيخرج كاع الاوساخ اللي فيه. كنبقى نعاودها حتى كيخرجوا كاع الاوساخ اللي فيه. من بعد كناخذها نعصرها مزيان وندير لها هاد العمليه كنديرها تقريبا مره في الاسبوع، او لا من بعد كل 3 حتى 4 المرات استعملتيها من الاحسن تعقميها. ولكن حيت الكيس بلاستيكي ما غاديش يسخننا بالدرجه اللي غادي يسخننا بها الميكروويف او لا غسال الصحون، فنديرو تقريبا 2 دقائق. كناخذوا كيس بلاستيكي، كناخذوا السشوار، لكن الفم ديالو ما خصوش يكون قايس للكيس بلاستيكي، ما نديروش هكا او هكا، كنحاول نخليوه في الوسط، وكل ما هو كيسخن حنايا كنحركوه باش ما يذوبناش الكيس البلاستيكي، ونحطو عداد قبالتنا فيكون 2 دقائق. الا شفنا بان الكيس البلاستيكي بدا كيسخن بزاف فشويه كنقصو من الحراره. بعد ذلك كنحبسوا حراره الماء حتى كيبدا يبرد وكنجبدوهم. هذا تعقيم غير كافي ولكن احسن من لا شيء. فإلا كنت غادي تعقمي حتى الاسفنجات الخاصه بالاواني، فحاولي ديري 2 ديال الاكياس بلاستيكيه، واحد خاص للاسفنجات اللي كنغسلوا بهم الاواني، وواحد خاص للاسفنجات اللي كنديروهم في الوجه ديالنا. ما خصكش توضعيهم مع بعضياتهم. اما بالنسبه للميكروويف كما كتشوفوا فيمكن لكم تحطوهم مع بعضهم، فيمكن لكم توضعوهم هكا كما كتشوفوا انا وضعتهم على مناديل. غادي نشدو الميكروويف ونخليهم دقيقه. من بعد ما خرجتهم واحد السخونيه كتطلع منهم، خرجتهم ولكن
شوفوا المفاجأة. وات، شوف هذه الغير حقيقية. شوف شنو وقع فيها. يا ربي السلام، منش مصنوع هادشي. حول ولا قوة. خذوا حذركم، خذوا حذركم. شو هذه حقيقية ما وقع لها والو. لاحظوا صافي دي مناسبة اصلا باش نرميها. او كون عرفت بانه غادي يوقع لها هكا كاع من ندخلها الميكروويف. يمكن نكون دابا يعني شعلت النار، ولا كون دابا شعلت العافية او النار او اي شيء، فخطر. فمن الاحسن ما تجربوهاش. نتمنى يكون فاتكم هذا الفيديو وتكونوا تعرفتوا على الطرق كيفاش تعقموا الاسفنجات ديالكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، وما تنساوش دائما ديروا سبسكرايب وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. Thank you so much for watching. Bye.